كاينين لحظات في حياة الإنسان كيفصلوا بين الحياة والموت في جوج ثواني، لكن شنو كيشوف الإنسان في ديك اللحظة؟ وشكون هما الناس اللي ماتوا ورجعوا باش يحكيو لنا شنو شافوا؟ اليوم غادي نغوصوا في واحد من أغرب الظواهر اللي حيرات العلم والروح، تجارب الاقتراب من الموت، ال NDA. تجربة الاقتراب من الموت هي حالة كيعيشها الإنسان فاش كيكون في حالة الموت أو في حالة توقف القلب لفترة قصيرة. الناس اللي كتوقع لهم هاد التجربة كيوصفوا نفس الأحاسيس، ومن هاد الأحاسيس المشتركة اللي كتكون بيناتهم هو الإحساس بالخروج من الجسد، رؤية نفق طويل كيؤدي لضوء قوي، الإحساس بالطمأنينة والراحة، مشاهدة شريط الحياة في ثواني قليلة، كيشوفوا كائنات روحية وكيتلاقاو بالأقارب ديالهم الميتين، كتكون عندهم واحد الرغبة اللي كتخليهم ما باغينش يعاودوا يرجعوا الجسد ديالهم. هاد الاعراض كيتكرروا بشكل غريب عند بزاف ديال الناس، واللي عجيب حتى اطفال الصغار كيحكيو نفس التفاصيل. ومن القصص الغريبه اللي طرات كاينه القصه ديال واحد طفل امريكي عنده 4 ديال السنوات. طفل صرح بعد ما فاق من الغيبوبه انه شاف واحد الراجل اللي كان قال ليه رجع الوقت ديالك مازال ما جاش. الام تصدمات حيت الطفل كان عطى الوصف ديال جدو اللي هو في الاصل عمرو شافه. في نفس السياق واحد السيده مغربيه كتقول كنت في عمليه جراحيه كبيره، حسيت براسي طلعت للفوق وشفت الجسد ديالي، كنت سمع الطبيب كيقول فقدناه. انا ما كنتش خايفه، حسيت بالسلام الداخلي وشفت والديا اللي توفاو شحال هادي كيرحبوا بيا. ومن هاد النهار الحياه ديالها كتقول باللي تبدلات 180 درجه. ونختموها بالقصه ديال الجندي اللي كان في الحرب، كيقول خرجت من الجسد ديالي وكنت كنشوف الجثه ديالي ممدوده، وفجاه كيبان لي واحد الضوء كبير، حسيت بواحد الشعور ما كيتوصفش، ولكن في ودني كنسمع واحد الصوت كيقول لي راك مازال ما كملتي الرساله ديالك، وكيجبرني بانني نرجع. من تما بقيت عاقل على والو. في نظركم العلم شنو كيقول في هذه الحاله؟ العلماء ما متفقينش، كاين نظريات كتفسر الان دي اي بطرق مختلفه اللي غنذكروا منها نقص الاكسجين في الدماغ كيتعرض لنقص حاد في الاكسجين كوسيله للدفاع، وكاين ايضا النشاط الكهربائي النهائي. دراسات من جامعه ميتشيغن بينت ان الدماغ كينشط بشكل عنيف في اخر ثواني من الحياه، ربما هذا الشيء كينتج هذه التجربه. وكاين ايضا التاثيرات الكيميائيه، الدماغ كيحرر مواد كيماويه قويه بحال DMT اللي كتسبب رؤى قويه، ولكن واش هذا الشيء يفسر الرؤى المرتبطه عند الناس المختلفين؟ صعيب الجواب. العجيب هو انه بزاف ديال الناس كيعطيو معلومات دقيقه على لحظات كانوا سريريا ميتين فيها. وإلا جينا نشوفوا من المنظور ديال الديانات، في الاسلام ديالنا القران كيتكلم على الموت والسكرات ديالو وعلى الروح وهي كتخرج. بعض العلماء المسلمين كيشوفوا ان ال NDA ممكن تكون مرحله من عالم البرزخ، ولكن هذا الشيء ماشي دليل نهائي. وفي الديانه المسيحيه بعض المسيحيين كيشوفوا ان التجربه دليل على النعيم او الجحيم المؤقت، والبعض الاخر كيربطها بالملائكه. وفي بعض الديانات الشرقيه الهندوسيه او البوذيه كيتكلموا بزاف على التناسخ الارواح وخروج من الجسد كمرحله انتقاليه. بزاف من الناس كيخرجوا من ال NDA مبدلين كليا، كيوليو روحانيين وكيبعدوا على الماديات وكيبداو يخدموا للناس بزاف. واش فعلا كاينه شي حياه من وراء الموت؟ الناس اللي عاشوا تجربه ال NDA غالبا كيكونوا متاكدين ان الموت ماشي هي النهايه بل مجرد بوابه. كاين اللي كيقول ان الموت هي اجمل حاجه وقعت لي، والناس الاخرين كيقولوا ان الموت كيخلي الانسان يشوف الحقيقه. ولكن واش ممكن نحكموا على شي حاجه علميا الا ما قدرناش نعيشوها كاملين؟ الان دي اي خلات بزاف ديال الباحثين يعاودوا يفكروا في الموت ماشي كالنهايه ولكن كنقله لعالم اخر علمي او روحاني، الله اعلم. شنو رايك في هذه الظاهره؟ واش فعلا كاينه حياه بعد الموت ولا دماغنا هو اللي كيلعب بينا في اخر اللحظات؟ كتب لي في التعاليق واش سبق لك سمعتي شي تجربه من هذا النوع، ولا واش بغيتي فيديو تاني على الناس اللي تغيرت حياتهم بعد ما خاضوا هذه التجربه. واخا تكون فكره مخيفه، الموت كيخلينا نامنوا بالمعنى الحقيقي للحياه. ما تنساش دير لايك، بارطاج الفيديو وتشترك معنا في القناه. الرحله ديال الغموض ديالنا مازال طويله. تهلا.